كرم والجود في نجده وبس. حيا وسهلا واللي شرف بالحاضر وتخرج الشرف والله يكرم بس. كرم والجود في نجده وبس. حيا وسهلا واللي الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الصابرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي في هذا البرنامج الجديد وقفات مع التاريخ الحضرمي، والذي سيكون من 18 حلقة، حيث نسلط الضوء على تاريخ حضرموت هذه الأرض المنسية والمختطفة، صاحبة التاريخ العريق والمختطف والمجهول حتى من قبل أبنائه، سواء الذين هم في الداخل أو الذين هم في الخارج، ممن ألهتهم مشاغل الحياة وزهدتهم حجم التزييف والاختطاف لهذا التاريخ الحضرمي العريق. والتاريخ هو ذاكرة الأمة، وأمة بلا تاريخ أمة بلا ذاكرة مقبلة على الموت، وهو إن صح التعبير بوصلة الأمة لصنع حاضرها واستشراف مستقبلها. والشعب الحضرمي في هذه الحقبة محتاج بشدة إلى هذه الذاكرة ليخرج من المأزق التاريخي العسير الذي هو فيه الآن. وقبل البدء بهذه الوقفات التي ستأتي تباعا بإذن الله تعالى، يجب أن نقدم بعض المقدمات والملامح الرئيسية لهذا التاريخ. أولا، إن تاريخ حضرموت هو جزء من تاريخ منطقة الجزيرة العربية، ويوجد العديد من التداخلات بين تاريخ حضرموت وتاريخ بقية المناطق في الجزيرة العربية. ثانيا، إننا في هذه الوقفات لا نسعى لاستيعاب كامل التاريخ وكامل جوانب التاريخ الحضرمي، لكننا سنطرق ما استطعنا طريقا يبسا بين التطويل الممل والاختصار المخل، بما يسلط الضوء على تفاصيل وجوانب من هذا التاريخ المنسي والمختطف. ثالثا، يجب أن يعلم الجميع أن هناك فجوات مهمة لا يمكن إنكارها في بنية هذا التاريخ، ولعل من أسباب هذا عدة مسائل، منها الجانب المذهبي، حيث حلت الصوفية في منتصف القرن السادس الهجري محل المذهب الإباضي الذي كان سائدا في حضرموت لمدة قرنين من الزمان. وعملت الصوفية بجد على طمس هذه الحقبة ومحاولة استغلال هذا السقوط الإباضي لصالحها. كذلك من المسائل عدم اهتمام علماء المذهب الشافعي والمتصوفة بكتابة التاريخ، وكان الغالب عليهم الكتابة في الفقه الشافعي أو كتب السير والحكايات. وأقدم ما وصلنا في هذا التاريخ كتاب تاريخ شنبل المتوفى سنة 920 للهجرة، وحتى هذا الكتاب وصل ناقصا. ويقول محقق الكتاب عبد الله بن محمد الحبشي إن تاريخ شنبل ظل المصدر الوحيد للتاريخ دون منافس، بعد أن اختفت كل المصادر التاريخية عن حضرموت على قلتها، ولم يبقى سوى كتب الكرامات والمناقب، وهي لا تغني عن التاريخ شيئا. انتهى كلامه. واللافت للنظر أن تاريخ شنبل هذا يبدأ بخبر سنة 501 للهجرة، أي مطلع القرن السادس الهجري، ولا يوجد ذكر إطلاقا لما قبل هذه الحقبة.
وهي نفسها الحقبة التي شهدت التحول المذهبي لحضرموت. كذلك مما ساهم في اندثار جزء من التاريخ الحضرمي عدم اهتمام الحضارم بالمكتبات في العصور المتقدمة، حيث أفسدت الحشرات والفئران كثيرا من المكتبات. وقد ذكر المؤرخ علوي بن طاهر الحداد في كتابه الشامل قصصا من ذلك، يقول صفحة 189: وقد بلغنا أن بعض أهل الدوفة، وهي قرية من قرى وادي ليسر بدوعا، كان يخرج في الحين بعد الحين الزنبيل بعد الزنبيل من أوراق الكتب الخطية، أي المخطوطات التي قد عاثت فيها الأرضة والفأر، فيضعها فوق كوم الزبل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بأسباب وجود الفجوات في التاريخ الحضرمي باختصار. وعودة للمقدمات السابقة، نقول رابعا، وهو ما سنفصله بعد الفاصل، فتابعونا. أحبائنا المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم بعد هذا الفاصل. قلنا سابقا أن من المقدمات المهمة لفهم التاريخ الحضرمي، وقد أشرنا سابقا إلى 3 منها، نقول رابعا أن التاريخ الحضرمي يتمحور حول المدن الرئيسية في وادي حضرموت، خصوصا شبام وسيئون وتريم، ومدن الساحل خصوصا مدينة الشحر. فكل ما كتب في التاريخ أو غالبه يدور حول هذه الحواضر التي تمركزت فيها دويلات قبلية صغيرة. وكل ما اتصل بنشاط هذه المدن تم الإشارة إليه، وكل ما لم يتصل تم إهماله وعدم ذكره. ولأن حضرموت لم تعرف غالبا وجود الدولة المركزية العامة، فلم يكتب التاريخ الحضرمي بشكل واسع ومتكامل، وإنما بشكل انتقائي إن صح التعبير. خامسا، يحتاج التاريخ الحضرمي القديم في فترة ما قبل الإسلام إلى بحث واسع، وقد قامت بعثات غربية وروسية بجهود مشكورة، لكن حضرموت كما يقول العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في كتابه إدام القوت، يقول: حضرموت مظنة الكنوز والمعادن، والكتابات بالمسند الحميري موجودة بكثرة على حجارة أطلالها من البلدات القديمة. صفحة 42. انتهى كلامه. وللدكتور محمد بن عبد القادر بافقيه جهود بارزة في هذا المجال، كما أن للدكتور عبد العزيز بن عقيل النهدي مجهودات واضحة، لكن ذلك كله محتاج إلى جهد منسق على نطاق واسع قبل أن يتم سرقة الذاكرة الحضرمية. وقد أخبرني الدكتور بن عقيل عن حجر أثري مهم اكتشف على ضفاف وادي حجر، وقد اطلعت عليه بعثات غربية كثيرة، لكنه في الآونة الأخيرة تم نزعه ونقله إلى جهة مجهولة. سادسا، وهي المقدمة الأخيرة والمهمة، أن التاريخ الحضرمي تعرض لعملية ما يمكن وصفه بيمننة حضرموت، أي محاولة جعل حضرموت جزء من اليمن، وهذه مغالطة كبيرة يجب توضيحها وردها، لكن الكلام عنها يحتاج إلى حلقة خاصة، وهو ما سنتحدث عنه بتوسع في وقتها إن شاء الله تعالى. فنرجو أن لا نكون قد أطلنا عليكم هذه قائمة ببعض الكتب التاريخية المتأخرة عن تاريخ حضرموت، منها كتاب جواهر تاريخ الأحقاف للعلامة محمد بن علي بحنان، وهو مطبوع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة سنة 1382، وهو عبارة عن مختصر لكتابه التاريخ الشاف في تاريخ الأحقاف، وهو كتاب من 9 أجزاء ولا يزال مخطوطا. أما المطبوع فهو من جزئين. كتاب إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت للعلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، طبع منه عدة طبعات، وقد نشرت مجلة العرب لحمد الجاسر نتفا منه، وأجود طبعاته طبعة دار المنهاج بجدة سنة 1425، والكتاب مختصر
من كتابه الكبير المسمى بضائع التابوت، والذي منه مخطوطة موجودة بالمكتبة السلطانية بالمكلا. كتاب تاريخ حضرموت أو العدة المفيدة للعلامة سالم بن محمد الكندي المتوفى سنة 1310 للهجرة، وطبع في مجلدين في مكتبة الإرشاد بصنعاء سنة 1424 بتحقيق الأستاذ عبد الله بن محمد الحبشي. ويبدأ تاريخه بقصيدة للشيخ عمر بن عبد الله بمخرمة أعجبني مطلعها، يقول فيها: كفي ملامك يا سعاد، فإن لي قلبا نهاني عن سماع العذل، والله ما أصغي لقول معنف لو أن فيما لام عنه مقتلي. وقوله يا سعاد يحتمل أنه اسم امرأة، ويحتمل أنه يقصد مدينة الشحر، لأن سعاد من أسماء مدينة الشحر. من الكتب كذلك كتاب الشامل في تاريخ حضرموت للعلامة علوي بن طاهر الحداد، وهو من أجود الكتب وأنفعها، وطبع سنة 1359 للهجرة بسنغافورة، ثم أعادت تصويره مكتبة تريم سنة 1426، لكنها نسخة ناقصة، فلا أدري الخلل في أصل المطبوعة أو في صورتها. وهناك كتب أخرى لا يتسع لها المقام لأنه ليس موضع استقصاء، فهناك منها كتاب تاريخ حضرموت لصالح الحامد، وكتاب أدوار التاريخ الحضرمي لمحمد بن أحمد الشاطري، وهناك جهود مشكورة بذلها كل من الأستاذ صلاح البكري والأستاذ محمد بن عبد القادر بامطرف. أخيرا نستودعكم الله تعالى ونذكركم بعنوان الحلقة التالية الثانية من برنامجنا، وهي بعنوان أصل اسم حضرموت، متمنين للجميع الفائدة، كما نرجو من الجميع الكتابة لنا على الإيميل الموضح على الشاشة بمقترحاتهم وملاحظاتهم بما يسهم في زيادة الفائدة، سائلين الله تعالى أن يحفظ حضرموت ويحفظ كافة بلاد الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.